زمان كنا بنحب نشوف الممثلين بيلبسوا ايه ونحاول ان احنا نجيت انسباير من لبسهم. دلوقتي ظهر الانفلونسرز والبلوجرز، بقينا نحس ان هم شبهنا او شبه الناس العاديه شويه اكتر من الممثلين، وبقينا نحب ان احنا نشوف طريقه الميك اب بتاعتهم، طريقه لبسهم، بيشتروا لبسهم منين، بيلبسوا ازاي. مع الفيديوهات ده هنجيب اي بلوجر او اي انفلونسر احنا بنحس ان احنا ممكن ننسباير من لبسهم، نشوف اذا كانوا هم فعلا يقدروا يفيدونا بالحاجات اللي هم بيعملوها. واول حد هنشوف الستايل بتاعه النهارده هي ساره هاني، اكتر الناس اللي على السوشيال ميديا اللي انا بشوفها على طبيعتها. يعني هي ما بتحاولش تبين حاجه مش على طبيعتها، ما بتحاولش تحسس اللي قصادها ان هي اعلى منهم، ودي حاجه بتعجبني جدا في شخصيتها. وفي اللبس بتاعها، لبسها بسيط جدا، الميك اب بتاعها بسيط جدا، كمان ما بتحاولش تبين ان هي بتشتري لبس غالي قوي، حتى لو لبسها غالي فهي بتلبسه كمان بطريقه بسيطه، ودي من اكتر الحاجات اللي انا شخصيا بحبها فيها. هاي ويلكم تو ني فيديو النهارده هيكون عن ستايل بلوجرز، واول بلوجر هنعمل الستايل بتاعها هي ساره هاني. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك سبسكرايب، اعملوا في الانستجرام بتاعي، ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه هحط المرطب، الميك اب نفسه هحط لكم تحت في الديسكربشن بوكس اللي هي عملته، بس في ستيب واحده بس عاديه وهي الكريم بتاع الشمس. بعد كده هي ملت الفراغات اللي في حواجبها بالبرودكت. انا الحمد لله ما عنديش فراغات، فانا بس هسرح حواجبي. بعد كده حطيت ماسكارا بس بشكل خفيف قوي، فانا هعمل نفس الكلام. في الطبيعي انا بحب احط اي حاجه فوق عيني، يعني اي لون فوق عيني، بس هي ما حطيتش، فاحنا هنمشي على نفس الكلام. كمان ما حطيتش كونسيلر، ودي حاجه مريحه جدا بالنسبه لي، ان انا كمان وانا نازله مش بحب احط اي حاجه. بعد كده البلاش هستخدم الدرجه دي من لالي البراند بتاعي، وهستخدم الدرجه دي اسمها هيفن. كمان ساره كانت مستخدمه درجه طبيعيه قوي، فدي بتديني الافكت اللي شكله طبيعي. على شفايفها درجه تكون بنفس لون الشفايف كده، بس افتح شويه، فيها نسبه جلوس شويه، بس انا الصراحه اللاب جلوس بتاعي ضايع، فانا هحط الدرجه دي. برضو شكلها بيبقى طبيعي قوي على شفايفي، يعني كاني ما حطيتش حاجه. بصوا، وبرضو بعمل كده علشان ادمج الليبستيك من على شفايفي، دي بتثبته اكتر، كمان ما بتخليهوش شكله يكون قوي قوي. بعد كده الهايلايتر، المره دي مش هستخدم حاجه من البراند بتاعي، هستخدم ده من اماندا، بس هدمج درجتين على بعض علشان الدرجه اللي هي حطيتها كانت وسط ما بين الدرجه دي والدرجه دي. هحط الاتنين كده مع بعض. الهايلايتر بتاع اماندا مش عارفه ليه بيبقى خفيف قوي كده. عايزه اقول لكم اول ما جبت الكيت دي كنت مبسوطه منها قوي، كنت حاسه ان انا واو، انا جبت حاجه تحفه. شايفين الحركه دي ادت احساس ان انا كاني حاطه جلاس على شفايفي. اول اوتفيت هنعمله ستايلنج هو الاوتفيت ده. الاوتفيت ده هي لابسه فيه بنطلون جينز وايد ليج، ولابسه من فوق تي شيرت قطن، هو مش باين هو تي شيرت قوي ولا تانك توب، بس اعتقد ان هو تي شيرت. لابسه من فوق جاكيت جلد، الجاكيت ده مش باين قوي هو بليزر ولا جاكيت عادي، لكن لابسه حاجه بني محمر شويه. فانا هنسق بالحاجات دي. اول حاجه ده التي شيرت اللي انا هلبسه طبعا بكم علشان الجو برد شويه، فهلبس اول حاجه التي شيرت ده، كان من روجادا، واللي بيعجبني فيه ان هو فيه خطوط كده واخره في المنظر ده، فبحب شكله قوي. وهلبس عليه البنطلون ده تقريبا بنفس الدرجه اللي هي كانت لابساها. البنطلون ده برده وايد ليج، بس اللي بحبه في البنطلون ده هو الويست بتاعه. بصوا كمان من ورا شكله عامل زي البنطلونات الغاليه بالظبط، مع انه من سيزارو، فبحب جدا قصه البنطلون ده. هلبس من فوق القميص الجلد ده، هو تقريبا بنفس الدرجه او الدرجه بتاعتها محمره شويه، لكن يعني احنا بنستايل الحاجه اللي عندنا. كنت هلبس حزام اسود عادي، لكن مش عارفه، حسيت ان هيبقى حاجه مختلفه شويه لو حطيت الحزام ده. الحزام ده المفروض ان هو بتاع جاكيت جلد عادي، لكن شكله عجبني اكتر علشان التوكه بتاعته، فهنجرب نلبسه ونشوف هيبقى الستايل بتاعه عامل ازاي. الاوتفيت ده رغم ان هو بسيط قوي، لكن فيه فكره مختلفه، وهي الستيتمنت بيس. في ستيتمنت بيس واحده بس محطوطه في الاوتفيت ده، وهي الجاكيت الجلد او البليزر الجلد. هو مش باين قوي في الصوره، لكن اعتقد ان هو كان جاكيت بس مايل على بليزر شويه، علشان كده انا مش عارفه احدد الستايل بتاعه بالظبط، لكن في نفس الوقت هو بسيط قوي، لكن عجبني فكره الستيتمنت بيس الواحده في الاوتفيت. تاني اوتفيت هنعمل ستايلنج للاوتفيت ده، لابسه فيه تي شيرت ابيض وكارديجان بيج وبنطلون اسود وايد ليج واسع. انا ما عنديش بنطلون اسود وايد ليج واسع، بس هلبس البنطلون ده. البنطلون ده برده اسود، كان من بولامبير، بس من فوق ضيق شويه ومن تحت نازل على واسع في نفس الوقت كروب، فانا هلبس البنطلون ده. هلبس عليه التي شيرت الابيض ده برده بكم، نفس التي شيرت الابيض بتاع الاوتفيت اللي فات، وهلبس عليه الكارديجان ده. الكارديجان ده تقريبا بنفس اللون بتاع ساره، لكن الفكره فيه ان هو عامل زي الشال في نفس الوقت كده، ملهوش يعني زراير من قدام، فانا هلبسه علشان هو اولا بنفس الطول بتاعها، يعني هو من ورا بصوا
بنفس الطول بتاعها، ثانيا هو بنفس اللون. انا ما عنديش اللي بزراير فقشطه، يعني احنا بننسق الحاجه اللي عندنا لكن بنستفيد في نفس الوقت من الاوتفيتس البلوجرز والانفلونسرز بيعملوها. حقيقي ما عنديش اي تعليق على الاوتفيت ده. هو يعني الاوتفيت ده بالنسبه لي انا لبسته كتير وبلبسه كتير وهلبسه كتير، علشان ده انا يعني ده بعيدا عن ساره، ده اوتفيت انا في العادي بلبسه. اللي خلاني احب الاوتفيتس بتاعت ساره ان هي ما بتحطش الوان قويه، كل الوانها هاديه وكل الوانها بسيطه، ودي حاجه انا شخصيا انتوا عارفين انا برتاح فيها وبحب اعملها على طول بعيدا عن اي بلوجر او اي انفلونسر. لكن في نفس الوقت انا بتابع او بحب اتابع الناس اللي شبهي او الناس اللي انا اعرف اجيت انسبايرد من الحاجات اللي هم بيعملوها، علشان هي فيها حاجه شبهي، فيها حاجه انا في الطبيعي بعملها. ثالث اوتفيت الصراحه انا كنت محتاره فيه شويه، لان انا ما كنتش عارفه او ما كنتش عارفه احدد ممكن اعمل الستايل بتاعه ولا الالوان بتاعته. فانا قررت في الستايل ده ان انا اعمل الالوان بتاعته. ما حبيتش ان انا اعمل الستايل قوي لان هو ستايل كده كده بسيط وسهل وما فيهوش اي حاجه مختلفه، لكن فكره الالوان نفسها هي اللي كانت عجباني. عاده لما بنيجي نعمل مونوكروم نعمله بحاجتين، حاجه اما بقى مش عاديه اللي هي القماشه الخفيفه اللي بتكون شبه بعض وبلبس من فوقيها حاجه، تاني حاجه بعمل مونوكروم بالجينز. لكن اللي كان عاجبني في الاوتفيت ده ان انا بعمل مونوكروم من لون الجينز نفسه، يعني لون الجينز حاجه بلبس من فوق حاجه تانية تكون فيها درجه من درجات الجينز او درجه شبه درجات الجينز اللي هي الدرجه اللبني بس الغامقه شويه. طبعا انا مش هلبس بوتس وكده لان انا بصور في البيت فانا مش محتاجه ان انا البس بوت وكده. ثانيا ان البوتس عندنا كلنا، لكن الفكره في الاوتفيت ان احنا بننسبايرد من الالوان او من الستايل نفسه. فانا هلبس نفس الالوان دي، هلبس بنطلون جينز سكيني بنفس الدرجه تقريبا او اغمق درجه بسيطه قوي. انا كنت هفضل طبعا لو الاوتفيت ده ما كانش بسكيني جينز، لكن هي لابسه سكيني جينز فاحنا هنلبس سكيني جينز. ليه؟ لان انا بحب على ساره اكتر، هي اصلا بتعرف تستايل حاجات واسعه بشكل حلو. مش ناس كتير بتعرف تلبس حاجات واسعه بشكل حلو، في ناس كتير قوي بتيجي تلبس حاجات واسعه بتحسوا فيها ان هي فيها حاجه غلط او ان هي فرامبي او ان هي شكل جسمها مش مظبوط. كان ساره من الشخصيات لما بتيجي تلبس اي حاجه واسعه بتعرف تلبسها كويس. كانت لابسه سويتر بلون لبني، بس انا مش هلبس سويتر، انا هلبس بلوفر. فانا هلبس البلوفر ده، البلوفر ده كان من مانجو. بصوا يعني هو انا بحب قوي البلوفر ده، بس عندي فيه مشكله واحده او هما مشكلتين. هو واسع قوي قوي، يعني هو مقاسه المفروض ده مقاسه كام؟ مقاسه المفروض ميديوم، بس انا مش عارفه هو ميديوم جاي عليا ليه اكس لارج او اكس اكس لارج، انا مش عارفه. كمان في حاجه تانية ان هما ما بيعملوش حساب ان في ناس قصيره، فالايد بتاعته طويله جدا. بصوا الايد بتاعته واصله لي لحد هنا تقريبا، وفي نفس الوقت الايد واسعه، يعني يا ريتها ايدها ضيقه عشان اعرف ارفعه شويه. فدي مشكلتي الوحيده معاه. انا جبته ليه؟ كنت جايباه علشان قماشته كانت عجباني وشكله كان عاجبني يعني فجبته. الاوتفيت ده يمكن لو شفناه ما نحسش ان هو في اي حاجه مختلفه او في حاجه ممكن نسباير منها. لكن انتوا لو ركزتوا في البوت تحت بتاع ساره، فالبوت ده فيه درجه اصفر، ودرجه الاصفر مع الدرجه دي من اللبني بتبقى شكلها حلو قوي قوي، الدرجتين دول على بعض. الجينز عموما مع الدرجه دي من الاصفر بيبقى شكلهم حلو. اوتفيت نمبر 4، الاوتفيت ده انا عاجبني قوي. اولا هو الوانه برده في نفس الوقت بسيطه. بصوا وانا تحسوا الصراحه وانا بختار الاوتفيتس اخترت اوتفيتس انا ممكن البسها. يعني مثلا في حاجات ساره بتلبسها ستريت ستايل قوي او ان هي بتكون كاجوال زياده عن اللزوم، دي مش بقدر البسها، ممكن بعد كده البسها، لكن في الوقت الحالي ده مش الستايل بتاعي. فانا اخترت الحاجات اللي هي اصلا في الستايل بتاعي. انتوا كمان ممكن تعملوا نفس الكلام، مش شرط ناخد من اي بلوجر او اي انفلونسر الحاجه هي زي ما هي بالظبط واحطها في لبسي. اصلا فكره البلوجر او فكره اي انفلونسر ان هي بتفيد الناس، علشان هما بيكونوا ناس شبهنا، ناس عايشين نفس حياتنا تقريبا، بنحس ان هم قريبين مننا. في لبسهم بيبقى سهل علينا شويه ان احنا انسبايرد من اللبس بتاعهم، غير مثلا لبس الممثلين، لان الموضوع ساعتها بيبقى صعب قوي، وساعتها بنتحط كمان في مقارنه بيبقى صعب قوي، وانا عايزه اكون شبه دي بس انا مش هعرف اكون شبه دي. فدي الفكره الحلوه في الانفلونسرز. فانا هلبس الاوتفيت ده. الاوتفيت ده كانت لابسه في شيميز، اعتقد ان هو واسع شويه، هو طبعا مش باين قوي علشان ساره رفيعه ارفع مني بشويه، لكن هي لابسه اعتقد شيميز يكون اوفر سايز، ولابسه من فوقيه بلوفر بلون عارفين الجملي، بس اللي هو مش جملي، اللي هو جملي بس مايل على بيج شويه. فانا كمان هلبس نفس الدرجه، وبنطلون اسود عادي. كنت هلبس البنطلون فليرد ليجن، بس انا كنت مسافره اول امبارح والبنطلون في الغسيل، فانا هلبسه على برضو البنطلون الجينز الاسود اللي انا لسه موريه لكم دلوقتي، وهلبس عليه الشميز ده. الشميز ده برضو اوفر سايز عليا وواسع قوي، ونفس درجه البلوفر. جماعه ممكن تحيوني على اختياري للالوان، يعني دي يمكن من الحاجات اللي انا استفدتها في كليتي ان انا بعرف اختار الالوان كويس. فبصوا كمان على فكره انا مش مختاره الالوان دي بس كده، لا انا مختاره اصلا الالوان دي وانا بشتريها، يعني انا عارفه كويس قوي ان الدرجات دي من الالوان لما اجي البسها فانا عارفه ان انا هلبسها ازاي، وكمان عارفه ان هي هقدر استايلها مع حاجات كتير قوي ويطلع شكلها حلو. فبليز اعترفوا ان انا شاطره في اختيار الالوان. فهلبس البلوفر ده. البلوفر ده بقى فيه حاجه، هو مش بلوفر عادي، يعني هو بلوفر بتحسوا كده ان هو واسع شويه من عند الكتف، يعني واسع شويه من هنا ونازل على ضيق، فدي حركه مختلفه فيه. ما اقدرش اقول ان انا بحبها قوي وانا مليانه، ان انا لما بدخن شويه جسمي
لا مش بحب فيه الحركه دي خالص، علشان كده بتجنب خالص البلوفر ده. لكن انا دلوقتي الحمد لله رفيعه، فانا اقدر البس البلوفر ده عادي. نقدر بقى نقول الاوتفيت ده فيه حاجه مختلفه؟ لا، بس هي شكلها حلو. شكلها حلو ليه؟ لان انا كل ما اخترت حاجات بسيطه او كل ما اخترت الوان تكون بسيطه وكمان في نفس الوقت عرفت اعمل لها ستايلنج بشكل بسيط، كل ما اتحطيت كده في زون الناس تبص عليا تقول هو انا شكلي حلو ليه؟ بس انا شكلي حلو بس انا مش عارفه ليه. هي دي الفكره، ان انا بختار الوان بسيطه وفي نفس الوقت بلبسها بشكل بسيط، طلع لي شكل بسيط في الاخر اللي هو السهل الممتنع، زي ما كده كانوا بيقولوا لنا في الامتحانات زمان، اللي هو حاجه بتيجي سهله قوي قوي بس احنا مش عارفين نعملها عشان هي سهله قوي. نفس الفكره بالظبط في الاوتفيت ده. انا سبت اخر واهم واكتر اوتفيت انا بحبه ليها في الاخر، علشان مش عارفه، حسيت ان احنا محتاجين نقفل فيديو بحاجه تكون سترونج كده. الاوتفيت ده هي كانت لابسه فيه تي شيرت ابيض وعليه بليزر جلد، وفي نفس الوقت بنطلون يكون اعتقد ان هو بنطلون وايد ليج، لان انا ساعتها كنت شفت الستوري بتاعت الاوتفيت ده وكان عاجبني قوي. في الاوتفيت ده هي كانت لابسه فيه تي شيرت ابيض من تحت بس كان مخطط. انا عندي اختيارين بتي شيرت مخطط، اول حاجه هو الكات ده، بس انا حاسه ان الجو برد دلوقتي شويه عن اني البس الحاجه كات. بصوا اصلا عشان انا قصيره بربطه ازاي من فوق، بس ده اول واحد. او بس اللي انا وريته لكم في اول فيديو اللي هو ده اللي بكم، اعتقد ان انا هلبس ده علشان الجو برد شويه. بس عموما اي حاجه مخططه من تحت، وهلبس عليه البنطلون الجينز ده كمان بنفس الدرجه تقريبا اللي هي كانت لابساها. وهوريكم دلوقتي الجاكيت الجلد الجديد بتاعي، ما لبستوش غير مره واحده بس لما كنت مسافره، وهو ده. ليه انا جبت الجاكيت ده؟ اكيد مش عشان انا برمي فلوسي في الارض، بس الفكره ان انا الجاكيت التاني بتاعي كنت جايباه من ستراديفاريوس وباظ، محدش عندي تقريبا غير سنتين، بس لقيت فجاه الجلد بتاعه من عند الكتف بيقع. انا محدش يسالني ازاي لحد دلوقتي حقيقي. ثانيا اللي ما كانش عاجبني فيه ان هو كان مقاس الجسم بالظبط، ودي حاجه كانت مضايقاني قوي، فكنت محتاجه حاجه تكون اوفر سايز شويه، فاشتريت الجاكيت ده. بصوا الجاكيت ده اوسع من مقاسي ب6 درجات تقريبا، ودي حاجه مفيده ليا. اولا انا بحب الحاجات الاوفر سايز، ثانيا ان انا ببرد قوي قوي في الشتاء، فبقى محتاجه البس حاجات كتير قوي من تحت. ده مقاسه 44 وانا بلبس تقريبا 38 39 حاجه في الرينج ده. انا بقى عاجبني ليه الاوتفيت ده؟ عشان الاوتفيت ده غير ساره 180 درجه بسبب قصه الشعر، شكل وشها، كل حاجه. فان هي تلبس حاجه بالمنظر دي كانت حاجه قويه شويه بالنسبه للستايل بتاعها، وكانت من اكتر الاوتفيتس حقيقي ليها اللي كانت عجباني. البسوا الاوتفيت ده هيطلع تحفه. اولا هو بسيط قوي، ثانيا بينكم كمان ان انتوا سترونج كده في نفسكم، فانتوا ممكن تلبسوا الاوتفيت ده لو عندكم. بس كده ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وحبيتوه. لو عجبكم الفيديو قولوا لي تحت على اقتراحات لانفلونسرز او بلوجرز ممكن ان احنا نسباير من لبسهم. وبس كده، باي باي.